النهارده هنتكلم عن حاجة بتشغل بال كتير من الطلبة، ازاي تعمل جدول مذاكرة فعال يساعدك على التركيز وتقدر تنجز كتير. فسواء كنت بتذاكر الامتحان او عايز تذاكر بشكل منتظم فتابع معايا لنهاية الفيديو، وبإذن الله مش هتخرج من الفيديو غير وانت عامل جدول فعال ومنظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة رحلة الإنتاجية. قبل ما تعمل جدول للمذاكرة لازم تكون عارف الأول ليه تعمل جدول للمذاكرة أو هتستفاد إيه لما تعمل جدول مذاكرة. باختصار يا صديقي، جدول المذاكرة هيحسن من تجربتك الدراسية ويخليك تدير وقتك بشكل أفضل، فبالتالي ده هيقلل التوتر والضغط النفسي اللي أنت بتحس بيه، لأن لما يكون عندك خطة واضحة أنت هتحس بالثقة إنك تقدر تخلص كل اللي عليك. أما غياب الجدول هيؤدي لتأجيل المهام اللي عليك وهتبدأ إنك تراكم فهتحس بالتوتر. فجدول المذاكرة هيخليك تنظم دراستك وتقسم وقتك بحكمة، فده هيساعدك على العمل بشكل اكتر كفاءة. كمان هيخليك تحقق التوازن بين الدراسة والراحة، بمعنى ان ده هيخليك تقدر تخصص وقت لدراستك ووقت الراحة، لانك لازم ترتاح علشان تقدر تكمل. الجدول هيخليك تتجنب العشوائية والتأجيل، وكمان مش هتضيع وقت وهتقدر انك تراجع قبل الامتحان بدون ضغط لانك انت مذاكر ومخلص كل اللي عليك. يجي هنا السؤال، تعمل ايه بقى علشان تعمل جدول دراسة منظم وتقدر انك انت تمشي عليه؟ هنقسم الموضوع لخطوات بحيث انك في النهاية توصل لجدول منظم تقدر تستمر عليه. ابدأ بالخطوة الاولى وهي انك تقيم نفسك في كل مادة، وده هتعملها بانك تجيب ورقة وتكتب فيها المواد بتاعتك وتقيم نفسك في كل مادة. تبتدي ترتب المواد بتاعتك حسب الأولوية، بداية من المواد اللي انت ما فتحتهاش خالص نهاية بالمواد اللي انت مذاكرها كويس. الخطوة دي مهمة جدا علشان تعرف انت هتمشي كل مادة الفترة الجاية ازاي. نتنقل للخطوة الثانية وهي تحديد الوقت المتاح. في الخطوة دي هتحدد الوقت المتاح انك تذاكر فيه يوميا، ولكن مش كل الناس عندها نفس الوقت فاضي في كل الأيام. يعني ممكن يوم السبت الوقت الفاضي بتاعك هو من بعد الفجر للظهر، ممكن الحد الوقت بيختلف من بعد العصر مثلا لحد بالليل وهكذا. فاللي انا اقصده انك انت حددت ان يوم السبت بتذاكر من بعد الفجر لحد الظهر، فانت كل سبت هتذاكر في الوقت ده. الغرض من الخطوه ديت انك تثبت وقت مذاكرتك، لان العاده بتتبني لما بتخصص لها وقت معين، واحنا عايزين نخلي المذاكره ديت عاده عندنا بحيث ان احنا ما نسيبهاش ولا ننقطع عنها خالص. فانت لما تحدد وقت المذاكره المتاح ليك ده هيسهل عليك بناء الجدول. الخطوه الثالثه هتقسم المواد بتاعتك لفئتين، فئة عبارة عن المواد اللي بتحتاج فهم أكتر، وفئة تحط فيها المواد اللي بتحتاج حفظ أكتر. والغرض من الخطوة دي إن أنا مش عايزك تيجي يوم من أوله لآخره وتذاكر مواد فهم بس، أو يوم تاني تذاكر مواد حفظ بس. لا، انا عايزك كل يوم تنوع بين مواد الفهم ومواد الحفظ. فاحنا قسمنا المواد للفئتين دولت عشان كل يوم تاخد ماده او مادتين من كل فئه، فتجمع بين المواد اللي محتاجه فهم اكتر والمواد اللي محتاجه حفظ اكتر. الخطوه الرابعه تحديد ايام المذاكره وايام المراجعه. لازم يكون ليك على الاقل يوم او يومين اسبوعيا بتراجع فيهم القديم اللي انت ذاكرته، وده علشان ما تنساش اللي انت ذاكرته بسهوله. لحد هنا يا صديقي انت كده مستعد انك تبدا ترسم الجدول بتاعك. انت كده عرفت المواد اللي عندك وعرفت تقييمك في كل ماده، وكمان عرفت الوقت اللي انت هتقعد وتذاكر فيه، وكمان قسمت المواد اللي عندك لفئتين، فئة بتحتاج حفظ اكتر وفئة بتحتاج فهم اكتر، وحطيت ايام للمراجعه. هنا بقى هنتنقل للخطوه الخامسه وهي انك تبتدي ترسم الجدول بتاعك بقى. هنا هتجيب ورقه وتبتدي تقسمها لعواميد، كل عمود بيوم من ايام الاسبوع، واول حاجه هتحطها تحت كل يوم هو الوقت اللي انت حددت انك هتذاكر فيه في اليوم ده، علشان كل يوم تبقى عارف انت هتذاكر امتى. وقت مذاكرتك هتقسمه 3 تقسيمات. الجزء الاولاني وده الجزء الاكبر ده هتحط فيه ماده من المواد اللي انت ما ذاكرتهاش طول السنه. الجزء الثاني هتحط فيه ماده كنت ذاكرتها ونسيتها وعايز تراجعها. الجزء الاخير هتحط فيه ماده انت مذاكرها كويس عشان تبتدي تراجعها وما تتنسيش تاني. فتبتدي بقى توزع المواد بتاعتك على الاسبوع، كل يوم تحط مواد محتاجه حفظ مع مواد محتاجه فهم، او ماده صعبه مع ماده سهله، علشان الدنيا تبقى لذيذه معاك وتعرف انك انت تمشي في المذاكره. هتعمل ده في كل يوم من ايام الاسبوع، وما تنساش تخصص يوم للمراجعه. لحد هنا انت رسمت جدول الاسبوع وعرفت كل يوم هتذاكر وقت قد ايه، والوقت ده بيبتدي امتى وينتهي امتى، وعرفت كل ماده هتقعد تذاكرها قد ايه على حسب تقييمك ليه. هل كده انت عملت جدول فعال للمذاكره وتعرف تمشي عليه؟ ابقى كداب لو قلت لك في خطوه بقى، الخطوه دي هي الزتونه اللي هتساعدك انك تمشي الجدول صح. اول حاجه خلي فيه ساعه في الجدول، ما تخليش الجدول بيرفكت قوي. الحاجه الثانيه حط لنفسك تاسكات اسبوعيه، يعني في بدايه كل اسبوع هات ورقه واكتب فيها انت محتاج تخلص ايه في الاسبوع ده. يعني مثلا ممكن تجيب ورقه وتكتب فيها انا خلال الاسبوع دوت عايز اكون ذاكرت مثلا فصلين كيمياء، فصل فيزياء، فصل رياضه، وهكذا. فمثلا انت حطيت فصلين كيمياء وانت هتذاكر الكيمياء مرتين في الاسبوع ده، فتخلي لكل مره فصل. ده انت بتعمله من اول الاسبوع علشان باقي الاسبوع تبقى الدنيا متيسره معاك وعارف انت ماشي ازاي. واي حاجه مثلا هتحتاج انك تقعد تذاكرها ساعتين لا اديها 3 ساعات علشان يكون في متسع من الوقت، بحيث ان لو حصل اي ظروف الجدول ما يبص منك. كده انت كل يوم من اول الاسبوع لحد اخره بتقوم من النوم عارف انت هتذاكر ماده ايه وهتذاكر منها قد ايه. بالطريقه ديت انت حطيت هدف محدد يخليك تقدر تنجز كل اللي وراك. ما تنساش بقى انك لازم كل يوم تكون مخصص ساعه من ساعات المذاكره تحل فيها، لان الحل ده جزء مهم جدا لازم تركز عليه، هو اللي هيدربك على شكل الامتحان
يخليك تعرف تحل الاسئله. وكمان زي ما قلت لك لازم يكون ليك يوم مراجعه كل اسبوع علشان يخلي المعلومات حاضره معاك على طول وما تنساهاش. اظن كده انا عملت اللي عليا وعرفتك ازاي تعمل جدول. كل اللي فاضل انك تبدا انت بقى تعمل جدول وتبتدي انك انت تذاكر، فالموضوع دلوقتي متوقف عليك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك عشان يستفيدوا زيك. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.